السلام عليكم اخواني ومرحبا بكم في فيديو جديد. الكل ينتظر ميزان داستن بوريير وجاسم غاشي. غنحاول ندوي بالدارجه على شحال هادي مدويت بالدارجه وديما كندوي بالعربيه الفصحى. لذلك الخوت كلنا كنتسناو الميزان ديال جاسم غاشي وداستن بوريير. شكون اللي غيربح؟ شكون اللي غيهيمن في هذا الميزان؟ كلنا كنعرفوا بان داستن بوريير ربح جاسم غاشي في الميزان اللي كان قبل سنة 2016. كان هذا الميزان بين جاسم غاشي وداستن بوريير وكانت ملحمة تاريخية كنا شفناها، وكان الميزان في الأخير لصالح داستن بوريير. لكن الآن كنلاحظوا بأن هناك كاين واحد الانتقاد من جاسم غاشي، وكاين الحفاظ على سجل داستن بوريير ضد جاسم غاشي من الهزائم، حيث ديما باغي يفوز على اقوى مقاتل في الوزن، كيتعتبر من احسن المقاتلين جاسم غاشي. لذلك الخوت نحاولوا نناقشوا ونحلوا دائما، لكن كيف العاده مورا هذا الفاصل سوف نواصل. السلام عليكم اخواني من جديد. كنا كنتشاطروا هذا الميزان العنيف على اعنف رجل في العالم اللي غيكون في ليله السبت. كما كنقولوا ميزان بين جوج ديال المقاتلين اللي عطاو بزاف في الرياضات القتاليه المختلطه، وخصوصا في اقوى منظمه قتاليه في العالم التي تسمى باليو اف سي. كنا عارفين اليو اف سي، وهذا اليو اف سي فيها مقاتلين شداد، ومن هاد الشداد هادو هما اللي غيتلاقاو نهار السبت. هو الوحش داستن بوريير والوحش جاسم غاشي. كنا كنعرفوا كلا المقاتلين واحد كيتوفر على اسلوب وعلى اساسيات خطيره وذكاء في الحلبه او في القفص اللي هو داستن بوريير، كيتوفر على هادشي كامل. وواحد كيتوفر على اسلوب الضربه القاضيه، حيث انه الا ضرب شي مقاتل كانه ضرباته شاحنه، وهادشي اللي يصرح به خبير في الميزان ديالو ضده، قال لي مخربح هذاك السيد، لكن ملي كيقيسني في وجهي بحال ضربتني شي شاحنه. وكل ما كان كما كنقولوا براتيك ديال خبيب نورماغومدوف وكذلك التقنيات ديالو كان يتغلب عليه، وكذلك المصارعه ديالو اللي كتهيمن في الميزانات كما كنشوفوه ديما كان يربحوا جاسم غاشي. لذلك كنشوفوا بان هذا الميزان غيكون ميزان تاريخي اللي غيجمع بين هاد المقاتلين، حيث ان اللي غيكون مسؤول على هذا الميزان هذا هو خورخي ماسفيدال. خورخي ماسفيدال كما كنعرفوه هو البطل السابق او المعروف باعنف مقاتل في العالم، حيث عندما لعب ضد نيد دياز كانوا لعبوا على هذا الحزام، على هذا الحزام ديال اعنف مقاتل في العالم، وكان من نصيب خورخي ماسفيدال. لكن خورخي ماسفيدال الان مبقاش كما كنقولوا في الجعبه ديالو او في السجل ديالو هذا الحزام هذا، بحيث انه اعتزل، وهو اللي غيوقف بيديه وغيشوف شكون اللي غيربح في هذا الميزان هذا. اللي غيربح غيعطيه كما كنقولوا التاريخ ديالو، وغيعطيه كما كنقولوا الحزام ديال اعنف مقاتل في العالم. لذلك غنحاول نناقشوا شويه الاسلوب ديال جاسم غاشي والاسلوب ديال داستن بوريير. داستن بوريير كما كنقولوا كيحاول يجيري ويلقى الحلول في اي ماتش، حيت كما شفناه في الميزانات ديالو السابقه، سواء ضد مايكل تشاندلر، سواء ضد ايدي الفاريز، سواء ضد العديد، سواء ضد كونور ماغريغور. العديد من المقاتلين كيحاول يلقى لهم الحل، وكيلقى لهم الحل وكيتغلب عليهم واخا كيكون خاسر في الاول، خصوصا انه يتوفر كذلك على قوه تحمل خياليه وتقنيات عاليه ورهيبه اللي توفر عليها على الوقت، خصوصا على انه مقاتل قديم جدا في منظمه اليو اف سي. منذ سنه 2012 هو كيتقاتل في هذه المنظمه هذه، ومع المده ومع الاحتكاكات ومع العديد من المقاتلين اللي قارعهم، خصوصا خبيب، خصوصا كونور ماغريغور، خصوصا العديد من المقاتلين لعب، خصوصا بيتشيز، العديد من المقاتلين لعب ضدهم اكتسب خبره كبيره. اصبح مقاتل في الاونه الاخيره يهاب الجميع. هذا المقاتل هو الملقب بالدياموندا اللي هو داستن بوريير. الان سوف ننتقل لجاسم غاشي. جاسم غاشي هو كذلك مقاتل قديم، وكذلك لعب في العديد من المنظمات وحتى الاحزمه
ديالو مما خول ليه انه ينتقل اكبر منظمه قتاليه في العالم اللي هي اليو اف سي، ومن هذيك الوقت هو كيربح وكيلعب ضد اقوى المقاتلين واعتى المقاتلين في العالم. حتى هو كذلك لعب ضد خبيب، لعب ضد كذلك توني فيركسون، لعب ضد المقاتل اللي لعب معاه مؤخرا تشارلز اوليفيرا، ضد باربوزا، العديد من المقاتلين لعب ضدهم. كذلك تعتبر نوعا ما بحالو بحال داسن بورير، بجوجهم كيتعتبروا عنيفين، بجوجهم كيتعتبروا انهم الى قاموا باي نزال كيسالي بالدم. كذلك من التقنيات اللي كيتوفر عليها هو المناورات، وكذلك كيحاول يقتنص الضربه القاضيه، كيلعب على الضربه الواحده بحيث كيتوفر على يمينيه خطيره ويمينيه قاتله بحيث يتلقاها اي مقاتل كيطيح بالضربه القاضيه. وكذلك يتوفر على المصارعه وعلى دفاع جيد في المصارعه بحيث كان بطل في الجامعات في الماضي، وكذلك كيتوفر على كذلك على قوه تحمل كافيه من اجل الصد العديد من الضربات اللي كيتلقاها في الوجه ديالو. هادو هما التقنيات اللي تتوفر عليها كلا المقاتلين. كذلك اخوان غنتظروا في هذا النزال، او كنحاول ننصحكم انكم تشاهدوا هذا النزال بحيث غيكون نزال تاريخي، اعنف نزال، بحيث الى لعب حنا كنشوفوا الى لعب غير داسن بورير بوحدو او جاسن غاتشي بوحدو، دائما كنتسناو هذا النزال فارغ الصبر. وانا من وجهه نظري ما كنزغلش هذا النزال حيت عارفو كيسالي بنتائج كارثيه، كيسالي بتقنيات عاليه وبضربات ثقيله. حبذا ولو تلاقاو هاد المقاتلين بجوج غتكون كما كنقولوا حفله بالنسبه ليا ليله السبت. غنحاول نسهر باش نتفرج في كلا المقاتلين ونشوف شكون غيهيمن في هذا النزال. وجاسن غاتشي اللي خسر في النزال ديالو الاول ضد داسن بورير، او داسن بورير غيحافظ على الفوز ديالو ضد جاسن غاتشي وغيفوز على جاسن غاتشي. كاملين كنتسناو هذا النزال بفارغ الصبر، وكنعاود نقولها حاولوا تفرجوا في هذا النزال. كان فيديو ما قل هو عفوا نحاول نناقشوا فيه ونبسطوا فيه بعد كما كنقولوا الحوايج، نحاول نقرب لكم النظره ديال هذا النزال هذا باش تفرجوا فيه باش تستمتعوا يا اخوان. شكرا يا اخواني والى اللقاء.